بدأتها بغسيل وتنشيف البتنجان وقطعت قشر مضلع عشان ما بحبش القشر يكون عليه مستحوذ، وبعدها قطعته حلقات سمكها متوسط لا رفيع ولا سميك، وناخدهم في بولة ونرش عليهم شوية ملح وفلفل اسود ومعلقة زيت زيتون، ونخلط الكل في بعض خلطة حلوة، ونطبق نفس العملية بالظبط على البطاطس الحلقات وعلى الفلفل الرومي والألوان والحار الموحوح النار، لكن كل دول من غير أي بهار زي اللي عملناه في البتنجان، ونرصصهم حسب الحجم والمساحة المتوفرة معانا. ونبدأ بالبتنجان ويدخل فرن تاخد تحميرتها نار تحت أعلى حاجة، هياخد معانا من ربع لتلت ساعة بالكتير، هتلاقيها طلعت معاك لا فيها زيت ولا يحزنون، وطعمها كانت تحفة فعلا. وهنطبق نفس الموضوع والفكرة على البطاطس، وبرضه طعمها هيكون جميل معاك، والفلفل الرومي والألوان والحار، عشان تبقى معاك كل حاجة جاهزة هتعملها في المسقعة مستوية بأقل كمية زيوت ممكنة لحد دلوقتي، وبكده ما يكونش فاضل معانا غير إننا نعمل التجهيز المتبقي.